ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم محمد خالد. النهارده هعمل فيديو جديد ازاي تغير شكل الايقونه اللي بيعاني من مشاكل او بيبقى في مشاكل معاه من شكل الايقونه القديمه اللي هي الصفرة. دلوقتي هنعمل اشكال ايقونات زي دي بحيث ان هي تبقى باينه او ظاهره. لو انت يعني من الناس اللي بتتوه في الايقونات الكتير او عندك ايقونات كتير، ان شاء الله نحل المشكله دي النهارده مع بعض. يا ريت تركزوا معايا في الفيديو عشان اقدر اساعدكم. نخش على جوجل نكتب ايا كان بقى، يعني مثلا لعبه كرايسيس 3 وجنب منها ايكون. نختار ايكون، نختار اميكس، وبعد كده نبص على الايقونه مثلا دي نختارها. بصوا لاحظوا معايا، انا هكبرها لكم. لاحظوا معايا ان موجود في الباك جراوند بتاعها او الخلفيه بتاعتها مربعات بيضه ورمادي بيضه ورمادي. بعد ما تشوف المربعات دي وتشوف الصوره او الايقونه، تسكليك يمين سيف اوميك وتختار هتحطها فين. بعد كده تدوس سيف، نرجع الشاشه مكانها. تمام، هنروح على الموقع ده. هحط لكم الموقع ده في الديسكريبشن عشان ما حدش يتوه وتعرفوا تعملها ايقونه. طبعا انت لما بتنزلها كده هي مش ايقونه كده، في ناس تعتقد ان هي كده خلاص نزلت ايقونه واحطها على اللعبه، مش هيعمل او مش هتبقى شكلها حلو. تقوم عامل ايه؟ تدوس براوز، تحدد مكان الايقونه اللي انت نزلتها اهي، مثلا اهي، تدوس عليها دبل كليك. سوري، عملتها قبل كده فمفيش مشكله، نحمل واحده غيرها. مشكلة من عندنا مش ثانية واحدة. نكتب need for speed most wanted to. ماشي، خلينا في دي نمسحها. نكتب ايكون. تمام، اوميكس. بعد كده اختار الايقونة. انا اسف على المشهد الاولاني لان حصل معايا غلط، بس كنت بجرب الفيديو كذا مرة ما علينا. اهو مربعات تمام باينة، رمادي وابيض رمادي وابيض. كليك يمين سيف اوميج، نحطها على الديسكتوب بس كده. براوز. بعد كده الصورة اهي، خلينا ناخدها جو، ندوس على كلمة جو، نستنى التحميل، واول ما يخلص هتظهر هنا هيقول لنا داونلود. نحملها ونشوف هنحطها فين. بعد كده هنشوف هنعمل ايه. اهو دلوقتي هي ظهرت، دوس داونلود، استنى لما تحمل اهي. تمام، مش هعمل لها حاجة، احنا نروح على المكان مثلا اهو، اهي اللعبة عندي. دوس كليك يمين بروبرتيز، كاستمايز وتشينج ايكون وبراوز. بعد كده انا عندي ايقونات قديمة مش مشكلة، موجودة عندي اهو اهي، ظهرت هناك اهي، بقت ايقونة. دوس عليها اوك ابلاي اوكي. هي ظهرت صغيرة مش مشكلة، انت تحاول تلاقي اللي حجمها اكبر عشان دي يبيني كام. دي كام؟ ثانية واحدة، دي 250 في 250. تمام، انت مثلا هتلاقي مثلا ايه اهي 512 في 512، تحملها هتلاقيها اكبر من دي اللي هي 250 في اهي ظاهرة كام 250 في 250. لا انت اهي 512 في 512. ان شاء الله الفيديو عجبكم، يا ريت لو عجبكم تعملوا لايك شير وسبسكرايب. كان معكم محمد خالد، قلت اصحابكم السلام.